مساء الفل على الكل. معلش على التأخير عليكم، بس لظروف يعني. خليني أكلمكم عن في ناس كتير قوي هنا بتكتب لي تعليق ساعات في التعليقات، ودول طبعا مش من الزملكاوية، بيكتبوا لي يا تيتا وكذا وكذا، وأنا مش بزعل لأن أنا جدة، بس بما إنك بتقول يا تيتا على إن يعني أنا كبيرة فمش بعرف أتكلم. طب ما تقول الكلام ده لجده عندك. أنت عندك جده والله، جده عمال يطلع يقول أي كلام في أي حاجة، مش كلام لسنه والمفروض ان منصبه وانه لوقاره. انت طالع هو جده طالع بيجيب سيرة الزمالك في جملة مفيدة، وبيتكلم وبيتهم الزمالك والزملكاوية بان اللي بيطلع من ناديهم مش متربي. زمالك مين؟ زمالك حلمي زمورة؟ زمالك الرؤساء، الناس الكبار، الاسماء والعمالقة واللعيبة؟ ده بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم على الزمالك. بس انا هرد عليك برضو، هنزل لمستوى عقليتك واسلوبك في الكلام واقول لك بقى انت لاعب شتمك وهانك وجاب كرامتك ومبادئك الارض، وتقول اصل انتوا بتجيبوا سيرته ان احنا اخدناه علشان خاطر بس كان جاي منين؟ عشان المكان اللي متربي فيه. متربي في مين يا ابني؟ حبيبي احنا اخدناه، دفع فلوس عشان يجيلنا، شتمكوا بعيد عننا، احنا مش واخدينه لسه عنده 8 9 سنين ناشئ من النادي عندنا فطلع، فده تربيتنا. وبعدين تعالى هنا ما اقول لك، هو اللاعب اللي عندك اللي قال ما اعرفش ايه في حطه صح، ده كان المفروض ان ده لفظ حضرتك كده يا كبير السن والعمر، وانت تلاقيك ليك احفاد. انت شايف ان اللي قاله ده كان هتاف محترم ومؤدب، لفظ شيك مثلا؟ هو طلع وقاله منين؟ مش طالع من عندكم انتوا ولا طلع من عند حد تاني؟ يعني لما قال ده وجماهيركم هتفت وراه، كان متربي فين؟ كان متربي عند حضرتك والله، مشي من عندنا ما كانش بيقولها، لما جه عندكم قالها. والتاني يا فندم، التاني اللي ضرب زميل ملاعب بالقلم امام الناس كلها والعالم كله شاهد المباراة، بل والاكتر من كده سب دين ربنا والناس كلها سمعته. واستغفر عظيم يا رب، ده دين ربنا، ده كان تربية مين حضرتك؟ هو كان طالع من تربية مين؟ مش من تربيتكم برضو ولا من تربية مين؟ انا بس برد بنفس اسلوبك. الزمالك نادي كبير، في لعيبة على مر التاريخ وحاليين، لا حد طلع قال حطه صح، ولا حد عمره سب دين للاعب. ولما تجيب سيره شيكابالا، انت حضرتك بنفسك قلت لما شيكابالا جه من بره ومضيته قال لك انا مش هقدر العب غير للزمالك، واحترمته لانه بيحب ناديه. ها، هو عمره في حياته ما اهان جمهور الزمالك، ده ايقونه الطفل عندنا. اما بيجي يقول لك انا زمالك بيقول لك شيكابالا. فحضرتك لما تيجي تتكلم على الزمالك ما تحطوش في جمله مفيده، ابقى ربي اللي عندك. احنا رؤساء الانديه كلها، حتى لما بتجيب سيره رئيس نادي الزمالك تقول لك اصله كان دخل السجن. هو دخل في قضايا سب وقذف؟ لا، دخل في قضايا فساد لمؤسسه حكوميه وطلع بكفاله بملايين. ولا عمر في حياته حد اتهمه وقال له ما تجيب اللي عندك وهات الهدايا وهات الحاجه وهات الفلوس وهات ما حدش عندنا قال كده. فلما تتكلم على الزمالك يا جماعه الخير، يا صانعي الفتنه، يا اللي بتحاولوا تطلعوا ان الفتنه من عندنا، انتوا صانعي فتنه وتعصب. انتوا قسمتوا الناس، انتوا خليتوا الناس تكره الزملكاوي وتتكلم 24 ساعه، عندكم صفحاتكم بتشتم في الزملكاويه اللي هو المفروض عنده مشاكل بما يكفيها. انتوا خليتوا الناس عندكم تقسم المحافظات. ده انا بشوف واحده، انا اشك انها واحده باسمها وانها بتنتمي ليكوا، منزله صوره المصري وكاتبه بوري يهودي. انتوا شفتوا انتوا وصلتوا الناس لايه؟ انها بتقسم المحافظات، ان بورسعيد والاسماعيليه ودول مش مننا، دول من الاشرار ما تتعاملوش معاهم. انتوا شفتوا وصلتوا لايه من تعصبكم؟ انت طالع بتزيد الفتنه والتعصب، وكنت بتقول امتى المجال الرياضي يخلص من التعصب؟ يا راجل ده انت هتموت على لعيبه الزمالك، انت هتموت على لعيبه الزمالك. مين ده اللي اللاعب عندك لما بيروح عندك بيتربى تربيه سليمه؟ انت لو عندك مبادئ. ها، بص بقى يقول لك ايه، في لعيبه كانت بتلعب دلوقتي في الزمالك راحت من عندهم طايره وبتتمنى يرجع، لكن المبادئ لا يمكن. النبي تسكتوا وما تجيبش سيره الزمالك في جمله مفيده، لان الزمالك على مدار التاريخ عظماء
سواء لعيبه او رؤساء انديه، محدش كان عليه علامه استفهام، ما كانش فما تجيبش كفاكوا تعصب. انتوا وصلتوا الناس، انتوا وصلتوا جمهوركم لتعصب شديد. عيب، عيب حبيبي. الزمالك خط كده ما تجيبش سيرته. يبقى ربي اللي عندك، قول له عيب لما تسب دين ربنا، عيب لما تقول لفظ زي التشجيع ده. مش جاي تقول ده انت جماهيرك بتقعد تشتم وتسب ولا. بص يا جماعه، اللجان والصفحات، اقسم بالله من ساعه ماتش الزمالك ما انتهى مع بيراميدز وهم فين العقوبات؟ اتحاد الكوره والتدليس. تدليس مين يا ابني؟ يا ابني تدليس مين يا ابني؟ ده امام ده قبل ما يجيلكوا لما شتمكوا، ها، وداس كده على الجرح وسألكوا لابس احمر في احمر ليه وشتمكوا، فضلتوا وراه واخد 8 مباريات. شيكابالا عشان بيتخانق في تسليم الدرع اتوقف مش عارفه كام شهر. لاعبتنا ساسي كنتوا تسحبوا منه الجنسيه. هو احنا عندنا يا حبيبي حد بيقعد يفصل لنا في لجنه ولا ماتشات يقول لك هنأجل الزمالك؟ ده احنا لاعبتنا رجعت، راحت لعبت مع المنتخب. انت بتقولوا علينا احنا بنتجامل، ولما نيجي احنا نقول كده تقول لك ايه؟ بصوا يا عيني عندهم شعور الاضطهاد والظلم، طول عمرهم حاسين ان هم مضطهدين. عارفين حمله اللي هو ايه؟ لازم نهجم كل صفحاتهم، كل جروباتهم، كل اعلامهم، كل مذيعينهم. وفجاه الاعلام بيدافع عن اللعيبه اللي اتخانقت في ماتش الزمالك. بصوا شيك عمل ايه، بصوا مش عارفه مين عمل. اما نشوف العقوبات ايه اللي هو ايه، اما نضغط على لجنه العقوبات. يا ابني ده انت سب دين ربنا وضرب الولد واخد ماتشين. ده انتوا لعيبه عندكم بتضرب وبتعور بيخافوا يدوم انذارات. احنا بتقولوا ان بنتجامل وبتتريق علينا برضو. يعني انا قلت لكم بتتريق على الزمالك. بص يا عيني الزمالك فرحان قوي انه تعادل مع بيراميدز، بيحتفل انه تعادل. هو انت كسبت ايه؟ انت احنا ننبسط. بيراميدز ده يا معلم عليك يا ابني. ده انت يوم ما بتكسبه ضربت لعيبته كلها. يعني انت لما تبقى فرقتك ما عندكش كده تغييرات وما عندكش تدعيمات وما عندكش قلت قبل كده انت عقدتك كل ده ولسه عقدتك الزمالك. يا جدو، يا جدو، يا حضرتك، يا فندم، سنك عيب اللي زيك يطلع يهدي. انتوا ماشيين في منعطف خطر، منعطف خطر. يقول لك الزمالك التربيه. والله انا لو جبت من اللي اقدم واللي اقدم حضرتك هتتكسف تطلع. حضرتك ابقى اعتبر ان ليك اولاد واحفاد وابقى ربي اللي عندك الاول. يا راجل ده انتوا مغلوبين من السوبر واللعيبه نازله تسهر في النايت كلاب. ما خلاص بقى، ابعد عن الزمالك، ابعد عن الزمالك. احنا جماهير محترمه، احنا جماهير ما بنتكلم على الزمالك انتوا 24 ساعه بتشتموا فينا. عيب عيب. ها، عشان تعرفوا ان كل الافلام اللي كنتوا بتعملوها في الفتنه والتعصب والجو الرياضي دي كانت كلها افلام. ده انت واخد لعيبه وهتموت على بقيه اللعيبه اللي في الزمالك. انت واخد اللعيبه تربيها، تعلمها الادب، مش لانها لعيبه عارفه يعني ايه كوره ويعني ايه مهارات. يا عم خد بالك بس من ناشئينك وطلع ناشئين. ده انت 3/4 لعيبتك ده كانوا بيخشوا اوضه اللبس يضربوا ويكسروا ويشتموا ويعملوا. اوعى تجيب سيره الزمالك تاني. الزمالك اكبر من انك تتكلم عنه، من عن تاريخه ورؤساء نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وعظماء في نادي الزمالك. ركز في رؤساء كده وفنطهم مين ومين ومين وعمل ايه. ما تجيبش سيره الزمالك. واخد اللعيب تربيه اصله كان هنا مش متربي. يا راجل ده شتمك، ده شتمك واهانك واهان جمهورك. يا راجل ده جاب اسامي رؤساء ناديك. هو بقى اللي يقول لك التاريخ، هو قاله. ابعدوا عن التعصب والفتنة. انتوا وصلتونا لجو مليء بالتعصب والفتنة. ما بشوف صفحاتكم ولجانكم وهي بتتحرك كلها في وقت واحد ونفس البوستات انا بخاف على مصر. انتوا بتوصلوا الناس لمرحلة مخيفة. الزمالك كبير قوي 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 ولاعيبته كبار قوي قوي ومحترمين قوي 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 قوي، وشرف لأي واحد يطلع من نادي الزمالك.